الحلم الأمريكي مصطلح أكيد سمعته كتير في حياتك، أو حد من السياسيين الأمريكان اتكلم عنه، أو حتى حد من بلدك. ما الكل دلوقتي بيتكلم على الحلم الأمريكي؟ ولا شفت تمثال الحرية اللي بيرمز للمجد الأمريكي العظيم والحلم اللي بيراود الملايين في العالم؟ الحلم الأمريكي مش مجرد مصطلح متداول بين الناس، لا ده رمز بيعبر عن معنى كبير بيلخص هوية الولايات المتحدة الأمريكية، البلد اللي بتعتبر جديدة بالنسبة لدول العالم القديمة والحضارات العريقة والمجتمعات والأعراق الأصلية. أول حد صاغ المصطلح الأمريكي هو الكاتب والمؤرخ جيمس تراسلو أدمز في كتابه الملحمة الأمريكية اللي تم نشره سنة 1931. كان المصطلح بيشير إن أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية هي أرض الأحلام والأماني لشعوب الكرة الأرضية، بلد كده أشبه باليوتوبيا هتلاقي فيها كل اللي بتحلم بيه، وهتجيلك الفرصة الكاملة مهما كان عرقك أو نوعك أو ديانتك أو انتمائك أو مهنتك. كان بيعني بالحلم الأمريكي مش بس الثراء والراحة في المعيشة، لا ده كان يقصد كمان العدالة الاجتماعية لكل الأفراد باختلاف هويتهم وأنواعهم وكمان مناصبهم المختلفة. وبما إن بقى هي أرض الأحلام والمكان الجديد اللي ممكن يساعد الناس والعقول كلها، فكانت هي تعتبر الأرض اللي بيقصدها الجميع على مستوى العالم علشان يهاجروا لها ويستقروا فيها ويلاقوا حريتهم الكاملة.